ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده هيكون عن الميك اب لوك ده. عملت ميك اب لوك كامل بمنتجات كلها مصريه، وكمان جودتها عاليه وتحفه جدا، مناسبه جدا للاستخدام اليومي. لو انت بقى عايزه تحطي ميك اب يومي كده حلو للجامعه للشغل، وعايزه بدايل تكون حلوه للحاجات المنتجات المقاطعه، كلها منتجات مصريه. طبعا اسعارها رخيصه جدا بالنسبه للمنتجات التانية المستورده، واللي بقت اغلبها اصلا مقاطعه. فلو حابين تعرفوا انا عملت اللوك ده ازاي وايه المنتجات اللي استخدمتها ورايي فيها ايه، تابعوا الفيديو للاخر. ولو اول مره تشوفوني انا مها المردني. ولو حابين تشوفوا فيديوهات اكتر ما تنسوش تشتركوا في القناه، كومنت، اعملوا لايك وشير. وبس كده، يلا نبدا الفيديو. انا رسمت حواجبي بقلم الحواجب بتاع شيك جلام، لان ما عنديش منتج مصري للحواجب، فتقدري ترسمي حواجبك باي منتج عندك يعني. ودلوقتي هاخد الكونسيلر ده من كليو. ده كونسيلر طبي وبالهيالورونيك اسيد. اوريدي عامله عنه ريفيو كامل على القناه عندي، وقلت كل حاجه مميزاته وعيوبه، فهسيب لكم اللينك بتاعه تحت لو حابين تعرفوا اكتر عنه. هحط كده على ظهر ايديا، وهبدا ان انا انضف تحت الحاجب عشان مش مظبوط قوي. شايفين كده شكل الحاجب بقى متحدد اكتر وشكله احلى. وهبدا ان انا ادمجه كده على تحت، وبرده هحط منه على الجفن كبيز للاي شادو. هجيب بقى البيوتي بلندر وهبتدي ان انا ادمج الكونسيلر كويس. الكونسيلر ده تحفه للاستخدام اليومي، حلو جدا جدا يعني. من الكونسيلرز اللي دايما ايدي بتروح عليها في وقت الصيف بالذات، لان هو درجته تعتبر غامقه عليا في الشتاء، بس بتبقى تحفه عليا في الصيف. ودي الدرجه اللي هي اسمها لايت، هي اللي بستخدمها. هبتدي ان انا اثبت الاول الكونسيلر اللي على عينيا ده، عشان ايه؟ بصوا بيخطط وكده. هستخدم الباودر دي من تشاو، الدرجه اللي عندي اللي هي رقم 1. هبتدي ان انا ادمج الكونسيلر تاني عشان اشيل لو في اي خطوط، وهاخد فرشه تكون كبيره كده وابتدي ان انا اثبت بشكل خفيف، يعني مش عايزين حاجه اوفر. بعد كده هاخد البلاشر ده من سيبل، وهستخدمه كاي شادو. البلاشر ده اللي هو درجته رقم 1، ودي درجته من جوه. بحب بلاشرات سيبل جدا جدا، والدرجه دي حلوه قوي ان انا اقدر استخدمها كاي شادو وكبلاشر، وكمان تمشي يعني ايه كبرونزر، لان هي لونها على نود كده، حلوه قوي. هاخد فرشه دمج تكون كبيره كده منفوشه، وهبدا ان انا احطه على الجفن كله. وهو ده الاي شادو اللي هنعمله النهارده، حاجه سيمبل وسهله جدا. هرجع بس بالفرشه اللي حطيت بيها الباودر، واحاول ان انا ادمج اطراف اللون ده عشان ما يبقاش فيه خط كده فاصل. بصوا هنا مش مدموج زي الطرف، فاحنا ايه مش عايزين ده، عايزين الطرف ده يندمج ما يبقاش باين اي حاجه. دلوقتي بقى هندخل على البشره. هاخد نفس الكونسيلر، ممكن ازود بس بامب كمان على الموجود على ظهر ايديا ده، وهاخده بالبيوتي بلندر كده، وهبتدي ان انا احطه بقى على بشرتي. شايفين كان عندي حبيتين هنا وهو دارهم لي خالص. لونه لسه يعتبر غامق عليا شويه، لاني لسه بقى ما رحناش مصيف وبتاع. وده شكله بعد ما دمجته، شكله حلو جدا وبيدي جلو، شكل صحي قوي للبشره. هو اصلا كريم للعين وفيه لون يعني كونسيلر طبي زي ما قلت، بس انا بحب استخدمه كمان كفاونديشن، بشكله ناعم جدا على بشرتي. انا بشرتي نوعها مختلطه، مايله للجف اكتر، ومعلقش هنا على القشور، لان زي ما قلت لكم عندي حبوب واوريدي يعني دراها بنسبه 80%، حاجه بسيطه قوي بس اللي باينه. انا بالنسبه لي كده تمام جدا. ودلوقتي هنحط باودر كمان، فهنظبط الدنيا وهنعلي التغطيه اكتر. قبل ما نحط الباودر هستخدم الكريم بلاش ده من مايك سينما، والدرجه اللي عندي دي اللي هي رقم 206. البلاشرز الحلوه جدا جدا الرخيصه، وكمان جودتها حلوه قوي وعاليه. هاخد منه كده شويه على ظهر ايديا، نقطه كده صغيره، مش هاخد كتير لان هو البيجمنت بتاعته قويه، مش بتحتاجي منه كتير خالص. وبالبلاش بتاعتي كده هاخد منها وابتدي ان انا احط كده. شايفين انا مش هحط ايدي تاني هنا خلاص. ما تقلقوش هنظبط دلوقتي. هجيب البيوتي بلندر اللي فيها باقي الكونسيلر، وهبتدي ان انا ادمج كده البلاشر ده. دلوقتي هنثبت كل حاجه مكانها عشان تفضل معانا طول اليوم. فهستخدم الباودر دي من لونا. الباودر دي انا بحبها جدا جدا،
ودي درجتها 603. ده شكل درجتها من جوه، هي لونها فاتح شويه فيمكن ايه تنور لي تحت عينيا وتظبط لي اللون المصفر ده شويه. هاخد كده بالفرشه. طبعا قبل ما احط الباودر لازم ادمج تحت عينيا كويس عشان ادمج لو في خطوط او حاجه، وبعد كده هبدا اثبت. شايفين الفرق بين الجنب ده والجنب ده؟ شايفين نورت كده ازاي وخلت شكل البشره ناعم وتحفه. انا بعشق الباودر دي، تحفه بجد. ولو متابعيني هتبقوا عارفين ان انا من ساعه ما اشتريتها ما بستخدمش غيرها. تمام، انا مش عارفه ملاحظين ولا لا، انا مرضتش اثبت البلاشر بالباودر عشان هثبته بالباودر بلاش، وده هيخلي البلاشر الكريمي يقعد معانا لاخر اليوم ويفضل موجود مكانه. هستخدم البلاشر ده من اماندا، وده درجته رقم 2. لونه تحفه بصراحه، دي اول مره هجربه معاكم. تحفه، حلو قوي. حبيت درجته جدا، ناعمه وكيوت كده، بينك بس على بيج برضو شويه، بس بينك اكتر من بتاعه سيبال. يعني لو حطيناهم كده جنب بعض بصوا، بتاع سيبال بيج اكتر، بتاع اماندا يعني ايه في سنه بينك شويه. ده رقم 1 وده رقم 2. فرشه دمج صغننه كده، هاخد نفس البلاشر بتاع سيبال وهبدا ان انا احطه على خط الرموش اللي تحت. شايفين بحس الايشادو اللي تحت العين ده بيكمل اللوك، يعني من غيره كنت حاسه ان انا قرعه من تحت كده. الحركه دي كمان بتساعد ان الكونسيلر يفضل ثابت اكتر وما يخططش. واعتقد كده الايشادو دون. وعشان نخلص ميك اب العيون هنحط ماسكارا. الماسكارا اللي هستخدمها هي دي من تشاو، اللي هي اسمها سبيدي فوليوم. الماسكارا دي برضو حلوه جدا، الكواليتي بتاعتها حلوه قوي بالنسبه لسعرها. يمكن دي ارخص ماسكارا انا اشتريتها، بس على الرغم ان هي رخيصه هي حلوه جدا ومناسبه جدا الاستخدام اليومي بقى لو انت رايحه الجامعه وكده، هتبقى تحفه. او في الشغل قبل ما احطها هبتدي ان انا اتني رموشي، لان انا رموشي نازله لتحت كده، فلما تتنيها ده بيساعد ايه ان الماسكارا يبقى شكلها احلى، شكل رموشك بيبان اكتر. مش عارفه هيبقى باين اصلا فرق. بصوا هنا رموشي طلعت ازاي وهنا مفيش رموش اساسا. هاخد بقى الماسكارا. ده شكل الفرشه بتاعتها، فرشتها حلوه مش كبيره قوي، و يعني بحسها مناسبه معايا قوي. شايفين الفرق؟ تحفه. شايفين ده كده من طبقه واحده، بصوا الفرق، اكيد الفرق باين يعني. هحط بقى في العين التانية وارجع لكم تاني. تمام، ده الشكل بعد ما حطيت ماسكارا في العينتين. هحط كمان على الرموش اللي من تحت. تمام، وده الشكل بعد ما حطيت الماسكارا. اخر حاجه بقى وهي الشفايف. انا بحب الليب لاينر بتاع سيبيل جدا جدا. الدرجه اللي عندي دي اللي هي رقم 04 بولد بينك. هحدد بيها شفايفي وبعد كده نحط مع بعض ليبستيك. شايفين قد ايه هو ناعم وبيجري كده، خطير. واللبستيك بقى محتاره بصراحه، عندي كذا اوبشن ممكن اكلمكم عنهم عشان اقول لكم الفرق بينهم. اول حاجه الارواج دي من ام ان، عندي درجتين، رقم 24 اللي هي البينك وكمان رقم 3 اللي هي على بيج. انا بستخدمه ساعات كليب لاينر وكمان ساعات بستخدمهم كليبستيك. ناعمين جدا كريمي جدا، بس ثباتهم مش اعلى حاجه، بس حلوين بالنسبه لسعرهم. كان الواحد ب20 جنيه، واعتقد ان انا شفتهم كمان بيتباعوا كاسات مع بعض، درجات كتير مع بعض، بس انا كنت شارياه بالواحد. عندي كمان اللي هو القلم بتاع اماندا، ده تحفه انا بحبه قوي. عندي الدرجه اللي هي رقم 1 وكان عندي الدرجه اللي هي رقم 3 تقريبا، بس مش لاقيها. المهم دي درجه على نوت بيج كده، بحبها قوي. بس ده مات وبينشف الشفايف شويه لو ما رطبتهاش كويس. انا نسيت اعمل لكم سواتش من الاتنين التانيين بتاع ام ان اللي هي رقم 24 اهو. هو ده على بينك كده، تمام. والتاني اللي هو ده الدرجة بتاعته، شايفين بيجري ازاي، رقم 3 على بيج كده. عندي كمان الليبستيك ده من سيبال،
اللاين اللي هو فيه لمعة كده شوية، اسمه ليبستيك كولر شوك، والدرجة اللي عندي رقم 6. وده بيكون شكل الدرجة، درجته حلوة قوي برضو. هو كريمي وفيه لمعة كده شوية، بس مش جلوس يعني، لمعة بسيطة، مش زي دول. بصوا دول مات خالص. واخر واحد عندي من براند مصري وهو اماندا، اللي هو الشكل ده، الدرجة اللي عندي رقم 4. وده شكلها نوت كده تحفة، بحبها قوي في الشتا دي. بصوا ده شكلها. اعتقد ان انا هستخدم دي النهاردة، البيج دي، عشان ايه مش عارفة. المهم يلا بينا. هنحط اماندا رقم 4، اللاين اللي هو اسمه مويست مات. خطيرة، تحفة. الليب كومبو ده يجنن. هو شتوي شوية بس تمام. هو ده المفروض ان هو، بصوا، مات بس كريمي، يعني بيروح مع الاكل والشرب. هما كلهم بيروحوا مع الاكل والشرب. اعلى واحد فيهم في الثبات هو بتاع اماندا، اللي هو الخشب ده، او معرفش، اللي هو زي القلم ده. اعتقد كده ده الفاينل لوك. عندنا ميك اب لوك يومي بمنتجات كلها مصريه. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون اللوك عجبكم. متنسوش تشجعوني بلايك وكمان شير مع اصحابكم، واكتبوا لي كومنت تحت برايكم وايه المنتجات المصريه اللي انتوا جربتوها وعجبتكم وحابين ان انا اجربها. بس كده، اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. مع السلامه.